مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ماله نشرة أخبار المساء المسهل بالعناوين. إشادة بجهود مكافحة الجراد الصحراوي. وأنشطة لمكافحة الجراد في شعب. أعمال لإصلاح البيئة في إقليم الكاشمركة. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يباشر الاستعداد للمرحلة الانتقالية، وترامب يرفض الإقرار بالهزيمة. أذربيجان تعلن سيطرتها على بلدة شوشة الاستراتيجية في كرباخ. استمرار عمليات البحث عن ضحايا إعصار إيتا في غواتيمالا. السلام عليكم ورحمة الله. تشهد البلاد أعمال رش المبيدات الحشرية في أكثر من 30 ألف هكتار لإبادة الجراد الصحراوي المنتقل من إثيوبيا والمتكاثر داخل البلاد. وأوضح المزارعون في مختلف مناطق البلاد بأن أعمال الإبادة الجارية للجراد بتعاون قوات الدفاع والإدارات وخبراء الزراعة والشعب أنقذت مزارعهم من الدمار. وذكر مزارعو مديرية سرجخة في الإقليم الأوسط إن مزارعهم أنقذت من الخطر الذي خيم عليها بتضافر الجهود. وقال مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد داوود مبرهت إن الجهود المنسقة مكنت من السيطرة على أسراب الجراد، غير أن الخطر لا زال قائما ويتابعونه باهتمام. وفي الإقليم الجنوبي تمت السيطرة على أسراب الجراد الذي دخل في 4 نوفمبر قرية عد كلكلتي. وأفاد السكان إن الاستجابة السريعة والفاعلة للتصدي للجراد أنقذت مزارعهم. وأوضح خبراء الزراعة بأن الأضرار التي لحقت بالمزارع جراء الجراد الصحراوي بلغت 0.38% في الإقليم الجنوبي و0.02% في الإقليم الأوسط. من ناحية أخرى تقوم وزارة الزراعة بأنشطة إبادة الجراد الصحراوي قبل بلوغه مرحلة الطيران في مديرية الشعب بالتعاون مع إدارات الضواحي والمزارعين. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد موسى إبراهيم إن أعمال رش المبيدات جارية على الجراد والذي توالد في المنطقة قبل طيرانه وإلحاقه الأضرار بانتقاله إلى مناطق أخرى. وذكر المزارعون توظيف قدراتهم للسيطرة على الجراد، موضحين بالتدريب المقدم والاستعدادات المسبقة إن التدريب المقدم والاستعدادات المسبقة يسهم في الأعمال الجارية. تجدر الإشارة إلى الجهود المنسقة الفاعلة من قوات الدفاع والمهنيين الزراعيين والشعب والإدارات للسيطرة على أسراب الجراد التي تنتقل باستمرار من إثيوبيا إلى الإقليم الجنوبي. أوضح مسؤول وحدة إصلاح البيئة في إقليم الكاشبركة السيد عبد يعقوب إن الجهود الشعبية الجارية لإصلاح البيئة وخفض الأمراض المعدية تحقق نتائج مرضية. وأوضح في الاجتماعات الشعبية التي نظمت في مديريات أغردات وفورتساوا وكركبت العمل الجاري لإصلاح البيئة في جميع المناطق والقرى. وأشار إلى أن المبادرات المتخذة في قريتي دقسي وقرساي في مديرية أغردات وأملايت وإيكارع في مديرية كركبت والضاحيتين الأولى والثانية في مديرية فورتساوا يعكس العمل المتسارع الذي أدى لخفض الأمراض المعدية. وأوضح مدراء هذه المديريات أن جميع الضواحي والقرى تعمل باهتمام لتنفيذ البرنامج إدراكا لأهميته في ضمان الصحة العامة. قام 6 مواطنين من أصحاب المتاجر في بالوا بتقديم دعم عيني للمحتاجين في قرية عد بربرة بمديرية عيلة برعد. واشتمل الدعم على 10 كنتالات من الذرة وأدوات للنظافة وزع على المحتاجين. تجدر الإشارة إلى أن العون المقدم للمحتاجين يستمر بطريقة منظمة في مختلف مناطق البلاد. بعد الفاصل سادتي نواصل الأخبار.
باشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن استعداداته لانتقاله إلى البيت الأبيض مع تحديد أولويتين رئيسيتين هما مكافحة وباء كوفيد-19 وإعادة توحيد بلاده المنقسمة. وأعلن بايدن تشكيل خلية أزمة خاصة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى حتى الآن بأكثر من 237 ألف شخص في الولايات المتحدة. وهذه الخلية ستضم علماء وخبراء وستكون مكلفة وضع خطة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 من يناير 2021 يوم تنصيبه. وأعلنت في وقت سابق تدابير عدة لمكافحة الوباء أبرزها إجراء حملة فحوص وطنية وجعل الكمامة إلزامية في المباني الفيدرالية ومجانية اللقاح المستقبلي. ويعتزم بايدن أيضا إلغاء انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، كما يعتزم إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلغاء المرسوم المتعلق بالهجرة الذي يحظر دخول مواطني دول عدة ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأمريكية. لكن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب رفض الإقرار بهزيمته، مدعيا حصول تزوير انتخابي بدون تقديم أدلة، واعدا باتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية. أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأحد أن قوات بلاده انتزعت بلدة شوش الاستراتيجية في ناغورني كاراباخ، بينما أكدت أرمينيا أن القتال لا يزال متواصلا للسيطرة عليها. وشهدت البلدة والمناطق المحيطة بها معارك عنيفة في الأيام الأخيرة، في وقت تسعى القوات الأذربيجانية لتحقيق مزيد من المكاسب بعد 6 أسابيع على اندلاع اشتباكات جديدة للسيطرة على ناغورني كاراباخ. وتقع البلدة على رأس تلة على بعد 15 كيلومترا فقط عن مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في كاراباخ، وعلى طريق رئيسي يربط عاصمة الجمهورية غير المعترف بها بأراضي أرمينيا الداعمة للانفصاليين الذين يقاتلون من أجل استقلال كاراباخ. لكن بعد وقت قصير من إعلان علييف، أكد المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية أرتسون القتال متواصل في سوشي. وفي سياق متصل، جدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التشديد في اتصال هاتفي على ضرورة إنهاء القتال في ناغورني كاراباخ. تواصل قوات الحماية المدنية في غواتيمالا البحث عن المفقودين وضحايا الإعصار إيتا في قرية كويجا بعد أن اجتاحت العاصفة دول عديدة في أمريكا اللاتينية، وفق صور نشرتها وكالة رويترز. وارتفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة إيتا في أمريكا اللاتينية، وذلك بعد مصرع حوالي 100 شخص في غواتيمالا نتيجة انهيار أرضي في قرية جبلية. ولقي عشرات آخرون حتفهم في أمريكا الوسطى والمكسيك بسبب العاصفة. وقال روبين تيليز المتحدث باسم جيش غواتيمالا إن قتلى كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويجا في منطقة ألتا في راباز الوسطى، حيث ابتلعت التدفقات الطينية نحو 150 منزلا. وأظهر مقطع مصور بثه الجيش الجنود وهم يحاولون الوصول إلى كويجا ويخوضون في مستنقع من الطين بالاستعانة بحبل. وتسببت العاصفة المدمرة القادمة من بنما في أضرار بالغة في هندوراس والمكسيك اللتين سجلتا ما يزيد على 50 حالة وفاة مرتبطة بالسيول. من المتوقع أن تعرض دار سوسبيس في 11 من نوفمبر في جنيف حجرا ورديا استثنائيا من الماس بحجم كله، هو جزء من أكبر ماسة وردية تم اكتشافها على الإطلاق في روسيا، ويقدر سعرها ما بين 23 و 38 مليون دولار. وهذه الماسة التي أطلق عليها The Spirit of the Rose تيمنا باسم فرقة باليه شهيرة، هي في فئتها أرجوانية زهرية زاهية، أكبر قطعة تعرض في مزاد على الإطلاق. ويبلغ طول هذه الماسة البيضاوية الشكل 1.7 سنتيمتر وعرضها 1.3 سنتيمتر. واكتشفت الماسة الأصلية التي تشكل هذه الماسة قطعة منها في جمهورية ساخا في شمال شرقي سيبيريا في العام 2017. واستغرق الأمر عاما من العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها شكلها البيضاوي مع الحفاظ على لونها اللامع، وفقا لمدير المبيعات في الدار بينوا ريبيلين.
انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.